السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. أستسمح لهذا الغياب شوية طويل. نتمنى إن شاء الله ما يتكررش مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غنخدموا المولي كيك بالفاني، كيجي خفيف بزاف. نوريكم واحد الطريقة سهلة باش يجيكم خفيف وناجح 100% إن شاء الله. نبداو بمقادير. عندنا هنايا 250 غرام ديال الفورس ما يعادل الرابعة، يكون مغربل. غنحتاجو 250 غرام ديال السكر سنيده، 250 غرام ديال لا كريم. عندنا هنايا 3 ديال البيضات، خماره وحده، ساشيه وحده ما يعادل 8 ديال الغرام. وعندنا فاني، عندنا معلقه صغيره ديال الفاني، وعندنا نص معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه لهاد الموليكيك بالفاني ياك، اللي بغى يدير الكاكاو اشنو غيدير؟ غيهز هاد 4 ديال الدقيق اولا 250 غرام، غادي يحيد منها 20 غرام ديال الدقيق ويجيب بلاصتها 20 غرام ديال الكاكاو صافي. يعني باش هنا تحصلوا على موليكيك بالكاكاو. اتفقنا؟ تحيدوا 20 غرام وتعوضوها كاكاو، يكون كاكاو المر ماشي داك الحلو. يلا نبداو ان شاء الله. غناخد البول ديال العجانه. مهم نتوما كاين الطراب يدوي خدموه به ماشي مشكل. يعني الطراب يدوي يعني الطراب ديال الضو اللي كنكونوا هازين في يدينا. غناخد 3 ديال البيض. عندي بعدا 250 غرام ديال السكر سنيده، غنزيد عليها 3 ديال البيضات، ونزيد داك معلقه صغيره ديال الفاني. ممكن ديروا اي شكل ديال الفاني، سائله، سكر سنيده، ديك بحال السكر سنيده اولا هذه. غنضيف حتى الملحه حتى هي زدتها، وغندي هذا الخليط هذا يطرب مزيان تيضاعف ويفتح اللون ديالو. هنا غتكون عندي تبقى عندي هنا الكريمه، غادي نمشي نطربها حتى هي باش تطلع. حاجتي بها انها تكون طالعه ماشي هكذا جاريه. والدقيق غنزيد عليه داك الخماره وغربلوه. الا ما كنتوش غربلتوه في المرحله الاولى غربلوه دابا صافي. من بعد هنا حصلت على الخليط بحال ما هكذا. غادي نبدا نزيد ليه في الدقيق. انا غنزيد ليه الدقيق دفعات. يعني المهم نتوما اللي يلاه غيجربوا ولا ما موالفوش يزيد يدير الدقيق دفعات، 2 دفعات اولا حتى 3 ماشي مشكل. انا موالفه كنخدم به، كندير دقيق موالفه كنخدم خلطات زعما كثيره. كندير دقيق مره واحده ما عنديش مشكل، ولكن اللي يلاه بدا يجربوا ديروا دفعات هكذا باش يجيكم احسن. صافي كنخليه كيتخلط شويه، ومن بعد كنزيد داكشي اللي بقى ليا ديال الدقيق. درجه السرعه كتكون غير متوسطه، ما كتكونش بزاف. داك الكريمه اللي قلت لكم طلعوها ضروري تكون حاطينها في الثلاجه تكون بارده باش تطلع لكم، حيت الا كانت غير بحراره المطبخ وكان الجو شويه سخون ما غاديش تطلع. يعني ضروري تكون محطوطه في الثلاجه بارده وعاد جبدوها طربوها. صافي هنا غنبدا نزيد في الكريمه اللي طلعت هي على 2 دفعات ولا حتى على 3 كما قلت لكم المبتدئات. ملي غنضيف الكميه الثانيه غادي نطلع السرعه مزيان باش يتخلط ليا داك الخليط مزيان. بالنسبه للبنات الكريمه انا كنخدم بسنال. كنتو كتخدموا باولا لا خدموا بها اي ماركه كتخدموا بها ماشي مشكل. المهم اللي كتطلع لكم، يعني حيت كاين بزاف اللي كتعجبوا هذه اللي كتعجبوا الاخرى. المهم الكريمه اللي كتنجح معكم وكتصوبوا بها لي كيك ديالكم زعما العاديين هكذا في الدار. صافي هنا الخليط غادي نجيب واحد سباتول وغادي نديرها هكذا من الجناب مزيان باش نتاكد ان ما لاصقه ليا حتى شي حاجه ديال الدقيق اولا شي حاجه هكذا في القاع ديال البول. صافي ونعاود ندير واحد 2 تخليطات صافي. وها الخليط ديال الكيك واجد.
في الاول ملي كنت درت غير الدقيق راه تقال، ولكن ملي زدت الكريمه وخصوصا انها مطلعه يعني بحال تهوى داك الخليط خفاف، ولكن في نفس الوقت كيجي هكذا كيبان معلك، يعني كيبان كيجي زويون، ما كيجيش بحال الكيك العادي. هانتوما شوف. غندوزو هنا المول فاش غنطيبو الكيك. الكيك ما غنطيبوش في المول هكذا طالع نديرو ليه نلبسوه بالبابي كويسون وندخلوه الفران. لا، غنديرو واحد الطريقه اللي سهله بزاف. غادي نجيبو بابي الومنيوم، غنجيبو واحد 6 الاوراق، غادي ب6 ديال الاوراق يكونوا هكذا كبابرين شويه، غيبان لكم باش يتحط داك المول ديال 15 زعما في الوسط ديالو، ويبقاو شايطين لينا شويه الجناب. المهم هو غيبان لكم كيفاش. هنا درت 6 صافي، غادي غير ب6 ديال الاوراق، وغادي ناخذ جوج نديرهم على شكل علامات زائد، يعني واحد العكس ديال الاخر كما كيبان لكم. غنجيب المول وغادي نلبسو مزيان. هاد الطريقه علاش كنديروها؟ اولا ما كياخذش لينا الوقت بزاف في الفران، يعني هاد الطريقه هذه خدات ليا 25 دقيقه في الفران، الا كاع كثرتو نص ساعه، على عكس قبل كانت كتاخذ ليا ساعه وربع. هنا غادي نبدا نلبس في المول، نبدا نزير فيه ونضغط مزيان، لا من الفوق لا من التحت، باش ياخذ ليا الشكل ديال المول. ضروري ديروا الجوريقات باش ما يعواش لكم في الفران. قلت لكم كياخذش لكم وقت بزاف في الفران، وفي نفس الوقت كيجي خفيف بزاف، ما كيكونش ثقل على الطبقات التحتانيين ديال الكيك. ما توركوش بزاف على البون طرافاي باش ما يتجرحش لكم بابي الومنيوم ويخرج لكم الخليط. وهاد الطريقه هذه هانتوما كما كتشوفوا سهله بزاف، عمليه وكتجي زوينه. غنحتاج غراضي ب3 من هادو. اي مول عندكم 18 12 10 20 اي مول عندكم غتخدموا بنفس الطريقه، تحتاجوا مول واحد فقط. هنا غادي نكمل. غنحتاج 3 ديال هاد الليمون هادو. الخليط غنقسموه على 3 البنات باش كما قلت لكم يجينا خفيف بزاف، يجينا مهوي، وفي نفس الوقت نربحوا اقراص ديال الكيك مقادين ومزيانين، ما يكونش عندنا داك الشياطه. فايتا خدمت المول كيك في القناه، ولكن كنت كبيتو غير في المول عادي. شحال هادي راه وقيله كنظن عنده شي عامين الا ما خفت نكذب. ولكن هاد الطريقه هذه جربتها من بعد لقيتها سهله بزاف، كتختصر عرفتي راه ساعه الا ربع ديال ناقصه على الطريقه الاولانيه. وعاد الكيك كيجي خفيف ومهوي بحال الطبقات كلهم، يعني ماشي الا لاحظتوا المولي كيك الطبقه التحتانيه كتكون بحال شويه ماشي مدقصه، ولكن كتكون شويه شاده راسها، ما مفشفشاش، كتكون ماشي بحال الطبقات الفوقانيين كيكونوا دائما مفشفشين حيت ما عليهمش ثقل. داكشي اللي غنديروا دابا في هاد الليمون ما يكونش عليهم ثقل، غيطيبوا خفافين مهويين ما ثقالينش. هنا كاينه واحد ماشي اسيس، ولكن مهم واحد الطريقه انكم تاخذوا الميزان وتحطوا عليه اللاطات. ضروري ليمول ديالكم تحطوهم في اللاطات باش ما يعواش لكم داك الخليط اللي فيهم، وتعبروا. ديروا مثلا هاد الخليط كيكون فيه تقريبا شي 900 غرام، كل مول ديروا فيه 300 غرام باش يجيكم داك لي كيك ملي تقطعوهم يجيكم قد ما يجيكمش داك التفرت داك الشياطه. المهم هذه غير طريقه بغيتو ديروها، انا غير نصحتكم بها. انا كندير عيني ميزاني وكيجيوني قادين، ولكن بغيت نديرها قدامكم. الا حبيتوا هذه الطريقه بالنسبه للبنات اللي يلاه بداو اللي ما كيعرفوش يديروا قياس عينهم ميزانهم وبغاو يجيهم الاقراص ديال لي كيك قد ماشي يجيهم هنا واحد وفي المول الاخر يجيهم 2.5، فهمتوني؟ يجيكم قد ملي غديروا 300 في 300 في 300. فملي غيطيبوا غتقسموهم على النص صافي، غيكونوا عندكم 6 ديال الاقراص ديال المول كيك. انا كندير سنتيم ونص في يعني في العرض ديال المول كيك. المهم هذه غير طريقه. كتشعلوا الفران
على نار كتجهدوا ليه في الاول حتى كيسخن مزيان، ماشي يجهدوا ليه غير متوسطه، ومن بعد كديروا الطياب ديال الكيك العادي العافيه كتكون لتحت ناقصه، وليمون ديالكم الفوق وحتى كيطيبوا تخرجوهم. واحد الطريقه قبل ما تدخلهم الفران، خذوا شي كيردون، من الاحسن كيردون احسن من هذا اللي خدمت به انا، باش ما كيجيكمش مفكعين من الفوق وهكا مفقعين مقببين من الفوق، فهمتوني؟ كديروا هذه الطريقه هذه راها مزيانه، ولكن ديروها بكيردون هذاك ديال الشوا احسن من هاد اللعيبه هذه. هنايا ها لي كيك ديالي طابو، كنخليهم واحد 10 دقائق هكا فوق البلون طرافاي حتى كيبردوا غير شويه، ماشي بزاف. انايا صراحه بالنسبه لي انا خليتهم غير 10 دقائق. نتوما البنات المبتدئات اللي يلاه بداو خليهم تما واحد ربع ساعه اولا ربع ساعه ولا 20 دقيقه مثلا، خليهم يبردوا على خاطرهم، غير ما تحيدوش لهم بابي الومنيوم باش منين تجي تقطعوا من الجناب ما يكونوش لكم كارمين، حيت لا حيدتوا بابي الومنيوم بغيتو تقطعوهم يكونوا كارمين. خليهم هكا واحد 25 دقيقه 20 دقيقه اولا ربع ساعه، عاد قطعوهم صافي، زعما باش ما يتفرتوش معكم، خصوصا انكم اول مره الا كنتو اول مره غديروهم صافي. هنا هذا كما قلت لكم درت فيه 1 سنتيم ونص هذاك الخيط ديال باش كنقطع، وهاد النتيجه شوفوا كيفاش كيجيو مهويين، الطبقات كلهم كيجيو بهذه النتيجه، كيجيو خفافين مهويين وقد المهم نحيد غير داك شويه باش ما يجينيش الكيك مايل الا كنت كنمونطيه، حيد غير داك الطريبيشه. كون درت العود ديال الشوا في الفوق وديتو جبت ما يكونش ليا داك الطريبيش، ولكن انا درت غير داك العيب. المهم معليش، هاد الطريف هذا ممكن تاكلوه هكا، ويمكن انكم تجمعوهم حتى كتخدموا بهم لي بوب كيك ولي ماغنوم. وهذه هي النتيجه ديال المولي كيك ديالنا. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه انها تعجبكم، هاد لاستيس اولا هاد الطريقه هذه يعني تنفعكم بزاف. كانت معكم حليمه، نتمنى ان شاء الله عجبكم الفيديو، خليو لي لايك وخليو لي تعليق كتشجع منكم ليا. السلام عليكم.